السلام حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ توحشتكم بزاف، عارفه راسي كنغبر عليكم هاد الايام. كيف ما كتعرفوا غير مع الدراسه ومع الوقت وهنا ولا الصراحه كيجي المغرب بكري ولا تتجي الليل مع الربعة. دونك ملي كنجي من المدرسه كنبغي نصور شي حاجه، كنلقى الظلام وما كنلقاش كيفاش ندير نصور. المهم رجعت لكم فيديو جديد غادي نشارك معكم فيه التنظيم ديال البالكون. غادي نجمعو كيف ما كتشوفوا هنايا كاين عندي شي نباتات يعني نشفوا ولاو خسروا مع هاد البرد هذا. كنت حطاهم هنا في البالكون، دوك غادي نحيدهم وغادي نقي معكم البالكون. غادي نحيد الارضيه اللي كتشوفوا، هذيك الارضيه ديال الخشب اللي حاطه غنحيدها وغادي ننظف التحت ديالها. المهم هاد النباتات غادي نديرهم في البلاستيك ونرميهم حيت خسروا ليا مع البرد. هنا البالكون بارد شويه، ما فيهش يعني ما فيهش الشوفاج، بارد. مني كنسدو خلاص كيولي بارد بزاف. غادي نجمع هنايا ننظف هاد الزربيه هادي، نحيدها وننظف معاكم الارضيه. نحيد داك الارضيه كامله نهزها ونقي تحت منها، حيت صراحه النباتات داروا لي هنا حاله في البالكون، وسخوه ليا وكنحس بتحت هاد الخشب هذا موسخ بزاف. حيت ملي جيت ما نقيته ما حتى شي حاجه، يعني كنقيه غير من الفوق. قلت نقيه ونشارك معكم التفاصيل كامله. المهم هنا كيف ما كتشوفوا غادي نجمع هاد الشي بشطابه، هاد النباتات كاملين طايحين في الارض. وراه ولا عندي البالكون صراحه وليت كنحس به موسخ بزاف. غادي نجمع هاد الحجر هذا كيف ما كتشوفوا، نجمعو ونحيد معكم هاد الارضيه هذه ونعاود ننظف ونعاود نردها ان شاء الله من بعد. هنا كيف ما كتشوفوا هادشي علاش قلت لكم وليت كنحس به موسخ. يعني ماشي من فوق الارض، يعني من فوق الارض كنظف وكل شيء، ولكن هاد الحجر هذا هو اللي جامع الوساخ وديك الغبره كامله ديال الغرس وداك الشيء كامل. المهم غادي نحيد هادشي كامل ونقيه مزيان، حيت الصراحه ما بقاش عاجبني هادشي هذا كيف ما كتشوفوا. يعني وليت كنحس ملي كنجي هكا نسقي النباتات وداك الشيء، كنشوف هاد الديكور هذا ما بقيتش باغا نشوفه. دونك غادي نبداو على بركه الله. المهم غادي نحيد هاد المخدات وهاد الشيء. عندي هاد اللحاف هذا كان عند راجلي قبل ما نجي، كان كينعس عليه حيت ما كانتش عندنا ناموسيه. يعني قبل ما نلتحق براجلي كانت عنده غير هاد الناموسيه تينعس عليها. المهم حيدت لها الغشا ديالها وغادي نقيه مزيان نظفو. وبقى عندي هنايا بغيت ننزلها لتحت لهداك الشيلاري نخبيها فيه، حيت دابا عندنا الناموسيه وعندنا داكشي كامل. هي غير زايده هنايا. المهم غادي نحيد هاد الكنابي هذا ونكمل نحيد هاد الحجر هذا كامل، نخوي البالكون كامل. غادي يبقى عندي غير داك الكرسي، ما عندي كيفاش ندير نخرجو حيت ما تيخرجش من الباب. المهم هنا كيف ما كتشوفوا خويت كل شيء، والكنابي وهذا الكرسي جريتهم هنايا للجنب كيف ما كتشوفوا صافي. وغادي نبدا نقي. المهم راه حيدت الحجر كامل اللي في الجناب. هنا غادي نبدا ندوز لاسبيراتور للفوق، نحيد لك كاين شي غبره، وعاد نبدا نحيد بالجهه. انا قلت غادي نبدا من هاد الجهه هادي نقيها مزيان حيت ما عندي كيفاش ندير نحيدهم كاملين. فكرت انني نحيد هذا الخشب كامل ونديه للحمام ونغسلو ونخليه ينشف، ولكن غياخد ليا واحد الوقت طويل. دونك درت ليه واحد الطريقه زوينه بزاف. المهم هنا كيف ما كتشوفوا ندوز لاسبيراتور لهاد الجناب هادو كاملين اللي كاين شي حاجه ديال الغرس ولا التراب ولا شي حاجه تحيد كامله. وعاد نبدا نحيد بالجهه باش ما يغلبنيش. و ميم طون غادي نقي هاد الخشب اللي كتشوفوا، غادي نقيه مزيان وعاد غادي نرجعو كيف ما كتشوفوا هنا. غنمسحو مزيان من الفوق، نمسحو
نحيد منه لا كاين شي وساخ. هنايا كان طايحه لي الصباغه منين كنت صبغت، غادي نحيد ديك الصباغه حتى هي صافي، ونبدا نقيه بالشيته. هاد الخشب هذا كنا لقيناه في الدار، يعني مولات الدار كانت دايراه. المهم هو كيتباع في ايكيا، كيتباع بالمربعات، يعني مربع كيكونوا فيه 4 ديال الوحدات. والله ما عرفت الثمن شحال، المهم راه من ايكيا هذا، حيت شفتو ديك النهار ملي مشيت شفتو في ايكيا، ولكن ما عقلتش على الثمن ديالو. المهم هنايا بديت كنحيد فيه، راه التحيات ديالو ساهل بزاف، هو عنده بحال سنينات كيدخلوا في بعضياتهم. هنا غادي نحيد غير هاد الجهه هادي باش ما يغلبنيش، غنحيد بالجهه. كنت باغا نحيدو زعما كامل ونقي البالكون كامل، ولكن ما عندي كيفاش ندير، عندي الفوتوي وعندي هذاك الكرسي ما بغيش يخرج ليا. المهم الطريقه ديال التحيات ديالو راها ساهله. هذوك السنينات كتحاولوا تحيدوهم، يعني تهزوهم، تحيدوا دوك السنينات اللي لاصقين في بعضياتهم، وكيتحيد بكل سهوله. والتركاب ديالو راه ساهل بزاف. غادي نركبه معكم ونوريكم طريقه التركاب بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو يركبوه من جديد عندهم. وصراحه زوين كيجي الديكور ديالو، صراحه زوين بزاف. كيف ما كتشوفوا الارض راه ما زويناش، يعني كون بقات عندي الارض بحال هكا راه ما يعني ما نقدرش نخليها بحال هكا. دونك هذا غطى كاع العيوب، تيغطي كاع العيوب اللي كيكون عندك في البالكون. صراحه هو كيناسب البالكون، يعني ما يجيش الواحد يديرو في الدار. المهم هنايا كيف ما كتشوفوا حيدته كامل، حيدت غير هاد الجهه هادي. كيف ما كتشوفوا معايا، شوفوا الوسخ اللي تحت منه، لقيت صراحه الوسخ بزاف تحت منه، الغبره وهذاك الغرس طايح ولقيت هناك ايضا، لقيت هنا القهوه حتى هي مهروقه، وقال راجلي هاق القهوه وبقات تما. المهم ما نقولش لكم حاله. المهم ندوز لاسبيراتور ونجفف مزيان ونقي، وغادي نقي حتى هذوك الخشب، نقيه مزيان، ندوز ليه. وعندي واحد الشيته كتدخل مع الجناب، غادي ندوز ليه واحد الشيته نحيد منه الا كاين شي غبره ولا شي حاجه، نخلي الارض تنشف وعاد نعاود نركبه من بعد. وبقاو معايا وما تنساونيش بالاشتراك واللايك، وكثروا لي من اللايكات باش هكا نقدر نكمل ويقدر الفيديو ديالي يشوفوه اكثر عدد من الناس. وشكرا لكم بزاف بزاف. هنا حبيبتي من بعد ما نشفت الارض شويه، المهم هذه هي الشيته اللي قلت لكم غادي ندوزها على هاد القطع ديال الخشب، ندوز عليهم هاد الشيته باش تحيد منهم الغبره ولا كاين شي حاجه لاصقه في الجناب. هاد الشيته عندها واحد السنينات اللي كيدخلوا ما بين الجناب، داكشي علاش استعملتها هنايا، حيت الا كان شي غبره ولا شي حاجه تحيدها ليا. وهنايا كيف ما كتشوفوا غادي نبدا نركب فيهم، غنبدا نركب شويه بشويه. المهم طريقه التركاب راها سهله بزاف، غادي نوريها لكم عن قرب، يعني غنوريها لكم واضحه. كيف ما كتشوفوا هنايا كننظفهم مزيان، وراهم اصلا يعني ما مسخينش بزاف، الارض اللي كانت شويه مغبره. المهم التركاب ديالهم كيف ما قلت لكم سهل بزاف بالنسبه اللي غيبغي يركبهم. هما كيتركبوا كيف ما قلت لكم في البالكون، كيتركبوا ايضا في الاماكن اللي تيكونوا هكا مفتوحين، بحال دابا الجرده ولا بحال دابا المهم شي حاجه
راكم عارفين جردة ولا هكا بحال حدا لا بيسين. المهم في الفيلات وداك الشيء. المهم هنا غادي نوريكم طريقه ديال التركيب ديالهم ديال التركاب ديالهم. كيف ما كتشوفوا هاد السنينات هادو اللي مفتوحين كتدخلوا فيهم هادوك السنينات اللي فيهم هاد السنينات هادو اللي كتشوفوا هادو كيدخلوا في هادوك الخاويين صافي. كتضغطوا عليهم مزيان اما بيديكم اما تستعملوا رجليكم حتى هما. المهم انا كيف ما كتشوفوا راه غنركبهم وغادي نعفط عليهم برجليا. المهم غير نثبتهم مزيان نشوف ليهم البلاصه ديالهم فين كيركبوا صافي ونعفط عليهم مزيان برجليا باش يركبوا مزيان. هنا لا ميم شوز بالنسبه لسميتو كاملين. هنا هاد البلاصه كامله غادي نركبها صافي. راه الطريقه سهله وباينه وواضحه. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما ساليت ديك الجهه غادي نحول الكنابي والكرسي ليها باش كومسا يخليو ليا البلاصه فاش نخدم. يخليو ليا هاد البلاصه هذه خاويه باش نكملها. هنايا بدات يطيح شويه الظلام سميتو داكشي علاش شعلت الضوء. المهم غادي نقسم البالكون على 3 ديال المراحل. هنايا كيف ما كتشوفوا ساليت هذيك غادي نبدا بالجهه اللي حدا التلفازه نحيدها نقيها وعاد نبدا بالجهه الوسطانيه ونكون هكا ساليت. هنايا هاد الجهه هذه هاد الفراغ اللي باقي من بعد اللي نسالي غادي نكحزهم ونقادهم. هنا كيف ما كتشوفوا الجهه هذه حيدتهم ونقيت ودابا كنرجعهم كيف ما كتشوفوا بنفس الطريقه. ندوز الشيته نحيد الغبره وداكشي كامل اللي شفتوا معايا في الاول صافي. نردهم كاملين نرجعهم وغادي نبدا بالجهه الوسطانيه باش كومسا نبقى غادا تنوصل حتى الباب. يبقى ليا البلاصه اللي حتى الباب نساليها وصافي ونكون هكا ساليت. هنا غادي نبدا نقسم هاد الجهه الوسطانيه نحيد بشويه بشويه يعني نحيد هذيك البلاصه اللي حدا السرجام ونبدا غدا تنوصل حتى الباب. هنا غادي ندوز لاسبيراتور نحيد هاد الورد هذا اللي طايح في الارض الغبره اللي هنايا نمسح البلاصه ديال اللي حدا الزاج نمسح دوك الجناب كاملين ونقي البلاصه نجفف بنفس الطريقه ونرجع كلشي لبلاصتو. وهانتوما معايا حتى لاخر الفيديو. هنا واخيرا حبيبتي ساليت. كيف ما شفتوا معايا قسمته كامل. بديت بديك الجهه ساليت هاد الجهه اللي حدا التلفازه وبديت بشويه بشويه حتى وصلت حتى الباب. هنايا كيف ما كتشوفوا بقى ليا هاد البلاصه هذه يعني ما لصقاش مزيان. غادي نقادها مزيان ونلصقها مع اختها باش ما يبقاش عندي هاد ليسباس هذا خاوي. كيف ما كتشوفوا انا قاديتها مزيان صافي وغادي نبدا نرجع كل شيء للبلاصه ديالو
وغادي نصايب معكم واحد ديكور زوين بزاف في البالكون، نغير ليه الديكور. مادام انني نقيته، قلت علاش لا نقاد ليه الديكور. غير هي واحد الحاجه جات الظلام كيف ما كتشوفوا، وهكا ما يمكنش ليا نصور بالضوء بحال هكا، ما غاديش يجي تصوير زوين. قلت نخليه حتى الغدا الصباح ونكمل معكم الفيديو. كيف ما كتشوفوا ولا كلشي نقي، كيف ما كتشوفوا هنا الارضيه ولات نقيه، الجناب كاملين حتى هما ولاو نقيين. صراحه حسيت بواحد الراحه نفسيه منين حيدت هذا الوسخ هذا اللي كان في الجناب. كيف ما شفتوا معايا كان موسخ بزاف هنايا، ولا دابا كلشي نقي. صافي غادي نخليه حتى غدا الصباح ونكمل معكم الفيديو. بقاو معايا وما تمشيو فين. هنا هاد النفاخات كانوا بقاو من عيد الميلاد ديالي وباقيين محطوطين هنا. المهم تنحيدهم ونقد معكم الديكور كامل، نغيروا هكا الديكور ديال البالكون. المهم انا غادي نطفي الضوء وغادي نمشي نعس حتى الغدا الصباح ونكمل معكم الفيديو، وانتوما غادي تسناوني حتى تكملوا معايا الفيديو ان شاء الله حتى الاخر، تشوفوا الديكورات، تشوفوا كلشي بلي ديتاي. بقاو معايا وما تنساونيش باللايك. صباح الخير عليكم. هنايا غادي نكملوا. كيف ما شفتوا دخلت هاد الطبله. اليوم الحمد لله شميشه، الجو زوين. المهم اول حاجه بديت بها هي هاد الحجر، غادي نرجعو لبلاصتو. المهم هاد الحجر او الصم كيدير واحد الديكور زوين صراحه في الجناب. هكا كيغطي الا كاين شي عيوب ولا كاين شي حويجات هكا، بحال دابا انا عندي هنايا الصباغه وداكشي. المهم هاد الحجر هذا زوين بزاف وكيعطي واحد الديكور زويون صراحه في البالكون. المهم غادي نحط هاد الصم كامل، ندوروا على الجناب كاملين ديال البالكون، وعاد نكمل معكم الديكورات. نصايبوا واحد الديكور زويون اللي غادي ان شاء الله يعجبكم البالكون. وما تنساونيش تكتبوا لي الاراء ديالكم، لي كومونتير، لي لايك، باش كومسا نكملوا ونكبروا هاد القناه هذه بكم وليكم ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف بزاف. المهم نكمل نحط الحجر ونتلاقى معكم من بعد ان شاء الله. دابا ملي حطيت الصم كامل ولا هذاك الحجر، المهم كيعطي واحد الديكور صراحه زوين. كي يعني كيزين في المنظر ديال المكان. المهم شاط ليا هذا الشيء غادي نحاول نعمر به الغرس اللي عندي. كيجي زوين في الغرس بحال هكا، كديروه فوق التراب، كتزوقوا به الغرس ديالكم. المهم هنا غادي نبدا نفرش معكم. حطيت هنايا الطابي، درت غير هاد الصغيره، ما بغيتش ندير ديك الكبيره حيت دابا المهم الارضيه زوينه ونقيه. قلت بلا ما ندير ديك الكبيره حيت كتغطي على الارضيه كامله. كيف ما كتشوفوا هاد الحجيرات راه درتهم هنايا كيف ما قلت لكم، كتزينوا بهم الغرس. درتهم انا في هادي. المهم نحط هنايا الغرس اللي باقي عندي. صراحه ما بقاش عندي بزاف ديال الغرس، حتى نعاود نشري عاوتاني منين يجي الربيع، نشري شي نباتات زوينين ونشاركهم معكم. هنا جبت هذا الكرسي هذا، حطيته هنايا. هذا كنطلع عليه ملي كنبغي نصايب شي حاجه نحطها الفوق مثلا. جبت هذا الغرس هذا الحمار، غادي نصايب واحد الديكور احمر في البالكون. كيف ما كتشوفوا حطيت هاد الشميعه حتى هي لتحت. وهنا جبت هذوك المخدات اللي كنت حاطاهم في الصالون. كنت مصايبه بهم ديكور. اللي شاف الفيديو راه غادي يعرفني علاش كنهضر. المهم انا صراحه كنغير في الدار كامله، كنبقى نحول هذه هنا نحول هذه هنا. كتقول لي اختي حايره مع ديكوراتك. فيما كطلع لي شي حاجه في راسي كنبدلها وكنصايب حاجه اخرى. المهم مخدات ديال الصالون كنبقى نبدل فيهم، بدل هذه هنا. المهم باش بنادم ما يملش، راه الواحد تيمل غير من مع راسو تيمل. المهم كيف ما كتشوفوا بلا ما نطول عليكم في هذه الهضره سنديروا ليها موضوع خاص. المهم كيف ما كتشوفوا حطيت هذاك الموينطه، حطيت هذوك المخدات، درت واحد الديكور اللي صراحه زوين. جبت هاد الطابي هذه حتى هي غتجي مع الديكور زوينه.
هاد النفيفيخات هادو نحيدهم، غادي نخلي هادوك الحمرين باش يجيو مع الديكور الاحمر، وهادوك الاخرين غادي نحيدهم صافي نفرقعهم ولا نحيدهم نخبيهم ولا شي حاجه. هنايا صافي غادي نفض هاد الكرسي هذا وتا هو نبدل ليه الديكور. دايره فيه داك الورد الفوق كيف ما كتشوفوا، داك الورد ديال البلاستيك غادي نبدلو، غادي نحيد داك الورد وغادي ندير ليه اضاءه باش يجي ديكور ديالو زوين صافي. ونقاد معكم المكان. هنايا الطبله غادي نمسح الغبره اللي كاينه في الطبله، ونغير ايضا الورد اللي دايره لداك الفاز اللي كنحطوه هنايا، غادي نبدل ليه الورد ديالو وصافي. ونقاد معكم الباقي ديال الديكورات كاملين، نمسح حتى لهاد الفاز الغبره، ونجيب هاد الوريضات هادو اللي بالالوان نحطهم باش يعطيو واحد الديكور زوين. هنايا هاد السيبوره هادي حتى هي غنبدل ليها الديكور ديالها، حطيت ليها هاد الشميعه في الاحمر وهاد الغرس ديال البلاستيك. هاد الورد غادي نحيدو كيف ما قلت لكم، وغادي ندير الاضاءه ديال الاضاءه الصينيه غادي نركبها هنايا في الجناب، غادي نخشيها هنايا نحطها هنا الفوق، نزوق بها الفوق، وفي الليل غتبقى تعطي واحد الديكور زوين. المهم الواحد يبدل مره يبدل الديكور باش ما يملش الواحد الا جاي يبقى يصبح على اي على يعني كل نهار يبقى يصبح على نفس الحاجه راه تيمل الواحد صراحه. المهم غادي نركب هذه الاضاءه، التركيب ديالها راه ساهل، كتخشيوها من هنا وتخرجوها من لهيه وصافي. هنايا ركبات راها شاعله، واخا تبان لكم ما بيناش مزيان ولكن راها شاعله حيت الضو كاين ما غتبانش مزيان. نصور لكم في الليل ونوريكم كيفاش كيجي الديكور ديالها. المهم هذا الورد هذا البلاستيك اللي حيدته من تما درتوه هنايا صافي. غادي يبقى لي دابا نمسح تيفي، نمسح التلفازه ونقاد داكشي اللي باقي. شنو باقي؟ ما بقى حتى شي حاجه صراحه، صايبت معكم كل شيء. غادي نصايب نجيب واحد الشميعات عندي نحطهم هنايا في الارض، حطيت داك الغرس ديال البلاستيك صافي. هنايا ساليت كلشي كيف ما كتشوفوا. هنايا هذا هو الشكل النهائي ديال البالكون. ما تديوهاش في هذيك الطابي اللي في الجنب، هذيك راه كندير بها الرياضه. المهم هنا قديت كلشي وكنكونوا هكا وصلنا لاخر الفيديو. ما تنساوش تخليو لي الاراء ديالكم، واش عجبكم الديكور، ما عجبكم، شنو اللي ما عجبكمش، شنو نقدر نضيف، شنو نقدر نحيد. المهم هاد النفاخات راه غادي نحيدهم من بعد، راه غير حطيتهم هنايا وصافي. شكرا لكم على المتابعه. بيزو لكم كاملين، ما تنسونيش باللايك وبالاشتراك بالنسبه للناس الجداد، وغادي نخلي حتى الليل وغادي نصور لكم باش تشوفوا هذا الديكور ديال الاضاءه كيفاش غادي يجي. وايضا غادي نشعل معكم الليد ونوريكم كل شيء ان شاء الله. شكرا لكم على المشاهده، بسلامه عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد. باي باي.